مشاهدينا الكرام، متتبعي البطولة الاحترافية وعشاق الأندية المغربية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا نهنيو النهضة البركانية على التأهل الصعب ديالو، التأهل اللي ما جا ساهل. ضد الأهلي الليبي، خصم صراحة اللي كان قوي. النهضة صراحة حسموا التأهل، يمكننا نقولوا حسموا التأهل بنسبة كبيرة في المقابلة ديال الذهاب. ديك الهدف اللي ماركا، ديك الهدف اللي سجلو في اللي هي في المباراة ديال الذهاب، هو اللي شوية سهل عليهم المأمورية. هاد النهار، هاد الماتش ديال اليوم، زعما ماتش ما كانش سهل، الخصم كان قوي. والنهضة يعني تمكنات من التأهل كما كنقولوا بواحد صعوبة 2-1، 2-1 باش سالا الماتش. يعني فارق ديال هدف واحد. يعني كنباركو التأهل النهضة البركانية، وبين قوسين ماشي هي ديال النهضة اللي كنعرفو. النهضة العام السنة اللي فاتت، النهضة اللي كانت كتقنع صراحة، النهضة اللي كانت كدوميني كاع الماتشات، النهضة اللي كانت كتماركي كثر من 3 البيوت، النهضة اللي كانت زعما كتشوف المباريات ديال النهضة كتقول هذا خصم اللي يمكن له يمشي يمكن له يمشي. انا شخصيا ديك المستوى ديال النهضة ديال السنة اللي فاتت كنت كنرشح النهضة تمشي حتى زعما، وكنبقاو على ديك النيفو اللي عرفنا عليهم السنة اللي فاتت. انا كنرشح النهضة تمشي للفينال ديال العصبة، كنرشحها تمشي للنهائي ديال العصبة، لان عندهم كما كنقولوا المكونات اللعابه، وعندهم واحد استقرار تقني، استقرار اداري. ولكن ان شاء الله نتمناو خير كنتمناو من المدرب معين الشعباني يعني يصلح ما يمكن اصلاحه، لان النهضه ماشي هي النهضه ديال السنه اللي فاتت. وكيبقى هذا رايي شخصي. وكنباركوا النهضه البركانيه على التاهل، وكنتمناو نمشيو لابعد نقطه ممكنه في العصبه الافريقيه. اذا الاخوان، الجوله 5 البطوله الوطنيه كانوا دازوا فيها 3 المباريات: ديربي الوداد والرجاء، مباراة الجيش الملكي وحسنية أكادير، ومباراة الفتح الرباطي أولمبيك أسفي. نبداو مباراة الديربي، يعني اش غنقول لكم. مباراة اللي كان انا بالنسبة لي كانت فضيحة ديال النقل التلفازي. ما بغيت نعرف الرسالة اللي بغات توصل الإذاعة المعنية، يعني الميساج، شنو هو الميساج اللي بغيتي توصل. واش بغيتي تسوق زعما مقابلة ديربي الناس يشوفوها خارج المغرب، زعما باش تعطي واحد الانطباع على البطولة المغربية، حيت البطولة المغربية راه فيها غير الجمهور. هادشي اللي بغيت نعرف، هادشي زعما اللي بغيت نفهم. حنا عندنا في المغرب عندنا الجمهور، عندنا فرجة جماهيرية. مستوى اللعب ما عندناش شي مستوى اللي كبير اللي يمكننا به نسوقو خارجيا. حنا عندنا الجمهور، يعني الا بغيتي تجذب الانتباه ديال العالم على المغرب وعلى البطوله المغربيه وعلى الكره المغربيه، يعني عموما، راه خصك تسوق من الناحيه ديال الجمهور. ماتش الصراحه شفنا، انا سمعت، كنا نتفرج في المقابله، كنا غير كنسمعوا وكنتخيلوا شنو واقع في المدرجات. والو، ما حتى ولو صوره، ولو تيفو، ولو كراكاج، وزيد على هذا كنا كنسمعوا غير جمهور واحد. كناش كنسمعوا جمهور الدراجه، كنا كنسمعوا جمهور الوداد. ما عرفتش واش كان شي خطا تقني ولا متعمد. المهم، ديربي صراحه للنسيان، ديربي زعما ما نقول لكم، ديربي عاشوره يمكن لكم تسميوه، ديربي البراني. علاش ديربي البراني اخوتي؟ لان الديربيات كازا كانوا كيلعبوا واحد 6 ولا 7 ديال الجوره في كل تشكيله، في ال 11 الاساسي اللي كيدخلوا سوا من الرجاء، وال 11 الاساسي اللي كيدخلوا من الوداد. كتلقاو واحد 50% من التشكيله كتلقاهم ولاد كازا، كتلقاهم ولاد المدرسه ديال الوداد. و50 ولا 60% كتلقاهم ولاد الرجاء، ولاد كازا، ولاد الرجاء، ولاد المدرسه ديال الرجاء البيضاوي. هاد الديربي التالي ما عرفتش، سمحوا لي الا كنت غلط، ولكن ال 11 اللي كانوا داخلين يعني يعني التشكيله الاساسيه، سواء الرجاء ولا الوداد، ما كنظنش انها كان اكثر من لاعب اللي مكون في مدرسه سواء الوداد سواء الرجاء. انا كنظن هذا هو السبب الرئيسي علاش ما شفناش ديربي
اللي فيه ديك الفرجه، ديك النديه، ديك كما كنقولوا باللغه الدارجه، ديك الطبيعه، ديك اللعب، فهمتيني؟ ديك اللعيبات اللي كنا كنشوفوا اللي كيعجبوا الجمهور. ما شفنا والو صراحه، هذا دير بلي النسيان. وكنتمنى من القناه، يعني القناه اللي كيهمها الامر، راه عندنا غير جمهور. راه عندنا جمهور، حاولوا تشوفوا فهاد الناحيه ديال الجمهور. راه الجمهور هو اللي يمكن لك تسوق به البطوله المغربيه، ويمكن لك تسوق به كالمغرب. يعني جمهور ماشي غير دراجه الوداد، راه كاينين جماهير تبارك الله. عندنا الماس، كاين طنجه، جمهور اسفي، جمهور بركان، اكادير، جديده، كاينين سمحوا لي لما تطوان، الكوكب المراكشي، نادي القنيطري. يعني عندنا قاعده يعني عندنا فروق اللي عندهم قاعده جماهيريه كبيره. وزعما خصنا شي شويه ديال التسويق الا بغيتي توصل لواحد ليماج اللي مزيانه على المغرب. راه عندنا جمهور اللي كيبدعوا في المدرجات، اللي كتعتبروا من الاحسن في العالم. يعني رساله كنتمنى توصل. اذا المقابله كتسالي ب 0-0. الرجاء في المركز الثاني 12 نقطه. الوداد المركز الرابع ب 11 نقطه، مع جوج المقابلات ناقصين. الجيش حسنية اكادير 3-0. الجيش كيبصم على الحضور ديالو. الجيش هذا العام الجيش يعني فريق قوي صراحه، كيلعب على الجوج واجهات، كيلعب على البطوله، كيلعب على العصبه. الجيش حاليا عنده جوج مباريات ناقصين، في المركز الثالث ب 11 نقطه. حسنية اكادير بجوج مباريات ناقصين، عندهم 4 نقاط. الحسنيه اللي للاسف ماشي هي ديال الحسنيه اللي كنعرفوا. حسنيه اكادير، الحسنيه اللي كانت زعما اللي كضرب لها الف حساب وحساب باش كتلعب مع الحسنيه. يعني كنتمنى من الكتب المسير والجمهور وهذا يشوفوا زعما يمكن لهم يصلحوا ما يمكنوا اصلاحه. حيت راه ماشي ديال الحسنيه اللي كنعرفوا. حسنيه عندها واحد القاعده جماهيريه اللي كبيره بزاف. صراحه هاد النتائج الاخيره ما كتبشرش بالخير. صراحه ما كتبشرش بالخير. وخير دليل على هذا هو المركز ديال الحسنيه، مركز 14 ب4 النقاط فقط. يعني كنتمنى القادم يكون افضل بالنسبه للحسنيه. الان المقابله ديال الفتح والاولمبيك. اولمبيك اسفي، يعني الفتح كتفوز على الاولمبيك ب2-1. الفتح مؤخرا يعني نتائج ايجابيه. الفتح غاديه في ريتم تصاعدي. الاولمبيك مقابل يعني في الاتحاد الافريقي كيقدم زعما اللي كيدير واحد المردود اللي جيد، كيقدم مباريات اللي في المستوى. في البطوله الوطنيه اسفي صراحه نتائج سلبيه من الاول، يعني من بدايه البطوله الوطنيه. اسفي كتضيع النقاط يعني حاليا اسفي كتواجد في المركز العاشر بجوج مباريات ناقصين، ب5 نقاط. يعني الفتح اللي شويه اللي تداركوا الموقف. الفتح في المركز الثامن ب7 نقاط، مع عندهم جوج مباريات ناقصين. اذا اخوتي هادو هما كانوا 3 الماتشات اللي مؤجلين من الجوله الخامسه. اذا الان الاخوان كنحلوا قوس ديال الجوله السابعه اللي جراو جوج المقابلات يوم امس يوم الجمعه. المقابله الاولى اللي جرت ما بين التشيره والنادي الكناسي، مباراه انتهت بهدف لمثله. مباراه اللي زعما كانت كما كنقولوا فيها النديات. هي كان ماتش مزيان. النادي الكناسي مؤخرا يعني اللي كيحقق نتائج ايجابيه. كنتمنى له يبقى على هذا المستوى هذا، حيت تفرجت في المقابله ديال النادي الكناسي المقابله اللي فاتت. فريق اللي قوي صراحه. الماتش اللي فات كان ناقص عدديا، والنادي الكناسي يعني واخا كيكون ناقص عدديا كيبقى شاد في نفس الريتم، كيبقى محافظ على فهمتيني. يعني كانوا رابحين بواحد الزيرو، بقى محافظين على الهدف اللي سجلوا. كنتمنى زعما النادي الكناسي يبقاو في هذا المستوى هذا غاديين على هذا المنوال هذا. علاش؟ حيت الكناس عندهم قاعده جماهيريه، وعندهم جمهور اللي كبير وكبير وكبير بزاف. المباراة الثانية مباراة الكوكب المراكشي ضد الاتحاد التركي، مباراة اللي سالت ب 3-0. تفوق النادي المحلي، النادي كوكب مراكشي. يعني كوكب كنظن على ما اظن
المقابله الثالثه ديال هشام الدميعي، كوكب صراحه تبدل، النتائج ايجابيه. كنتمنى من الكوكب تبقى على هذا النيفو، على هذا المستوى. علاش؟ حيت الكوكب عندها جمهور، حتى هما عندهم جمهور، اللي جمهور كبير صراحه. المباراة اللي كانت في ملعب الحارتي، وملعب الحارتي كنا كنتذكروه ملعب اللي يعني كيشهد كيشهد زعما على واحد التاريخ، كيشهد على واحد الماتشات اللي كانت قدمت الكوكب في ايامات الكوكب، ايامات الالقاب. كنتمنى يبقاو على هذا المستوى هذا، وان شاء الله نتمنى لهم حظ اوفر في المقابلات القادمه. في هذا الاثناء، اليوم يوم السبت، في هذا الاثناء يعني كاين ماتش ديال يعقوب المنصور اللي لاعبين ضد الزمامره، يعني المباراه كتجري في هذه الاحيان. غدا ان شاء الله كاين ماتش ديال الماس واسفي. ماتش صراحه اللي ما غاديش يكون ساهل. الماس ضيعت جوج نقاط اللي زعما ضاعوا بواحد الخطا ديال الجوور، خطا فردي ديال اللعاب في الدقيقه 92 اللي ضيع الماس ب 3 بوان، ضيع الماس بثلاثه النقاط. اللي يعني الماس كانت تخرج رابحه الماتش المقابله اللي فاتت، ولكن خطا فادح في يعني في الدقيقه 93 كيخلي اتحاد طنجة يعني التعادل، وكيحسموا المقابله يعني المقابله انتهت بالتعادل. اسفي بصراحه، النيفو ديال اسفي، يعني اسفي اللي في الكونفدراليه ماشي هي اسفي البطوله. اسفي كتكون لعبه الكاف، يعني كتقدم واحد المستوى اللي جد محترم. في البطوله كيهضروا النقاط صراحه. اسفي راه يعني شحال من نقطه ضيعات غير يعني باخطاء اللي اخطاء فرديه، اخطاء فادحه اللي زعما ما خصهاش دار، يعني شي اخطاء اللي انا تفرج يعني الماتش اللي فات اللي لعبوا مع الفتح، يعني اسفي كان على الاقل تخرج بالتعادل. الماتش اللي غيكون مع الربعه ان شاء الله، انا كنتوقع يكون ماتش اللي في المستوى، يكون حضور جماهيري. هذه زعما حاجه اللي زعما متوقعه. الماتش الثاني الدفاع الحسني الجديدي اللي كيواجه الجيش الملكي. مباراة اللي غتكون صعيبة بزاف على الدفاع. علاش؟ الدفاع عندهم يعني النتائج السلبية اللي حققوا في المباريات الأخرى. اسفي الجيش الملكي، اللي الجيش صراحة جيش قوي هذا العام. شفنا الجيش كتلعب في العصبة، كاين الجيش اللي كتلعب في البطولة. الجيش صراحة هذا العام يعني فرقة اللي محترمة، يعني فريق يحترم. ماتش ما يكون سهل على الجديدة. الماتش اللي غادي يكون، هذا الماتش غيتجرى غيكون غدا ان شاء الله مع السد العشية. الماتش كاين ماتش ديال الفتح اللي غيواجه حسنية اكادير على الساعة 8. الفتح مع اكادير. الفتح اللي المقابلات الاخيرة اللي شوية شفنا مع زيشيبا اللي شوية النتائج بداو كيجيو النتائج الايجابية. كنت شفنا الفتح تبدلات، ماشي الفتح ديال بداية البطولة، يعني المستوى ديال الفتح تبدل. وان شاء الله كنتمناو من الخير، والمستقبل يكون احسن. الماتش التالي اللي غيكون غدا مع 8 د العشيه، الوداد غتواجه اتحاد طنجة. الوداد اللي غتدخل في مركب محمد الخامس. الماتش غيكون على الساعه 8. كلكم شفتوا المستوى اللي دارت به الوداد. انا كنمشي هذا هو المستوى الحقيقي للوداد، يعني غدا غيكون ماتش صعيب على اتحاد طنجة. اتحاد طنجة نفس المشاكل ديال السنه الفارطه. مازال اتحاد طنجة اللي كيتخبط في المشاكل. ما عرفتش واش مشكل في الاداره التقنيه، واش المدرب، ولا كاين مشكل تسييري، ولا ما عرفتش يعني. الاتحاد اللي زعما الاتحاد عندهم جمهور اللي يحترم جدا. الاتحاد، جمهور اتحاد طنجة راه غني عن التعريف. ماتش غيكون صعيب على الاتحاد. وماتش غادي يكون صراحه، ماتش غيكون صعيب، غتكون فيه النديه. مقابله اللي تاجلت، المقابله ديال النهضه البركانيه اللي غيلعبوا ضد الرجاء البيضاوي، مقابله اللي كتاجل الى موعد لاحق. اذا الاخوان هادو هما كانت واحد يعني كما كنقولوا واحد نقاش، وكان واحد التحليل اللي خفيف. في انتظار ان شاء الله الماتشات ديال غدا، ونشوفوا ان شاء الله
المباريات ونشوفوا النتائج، وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نديروا ان شاء الله عاوتاني التحليل ديال المقابلات المتبقيه. ان شاء الله ما تنساوناش اخوتي دعمونا يعني باشتراك يعني الا كان ممكن بشي تعليق. وما تنساوش اخوتي ديروا لنا جيم، وكنتمنى يعني هذا الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى تبقاو على خير وبخير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.